يحكيوا على سلطان انهار جابوا له زريعة من بر بعيد، ما عرفهاش زريعة نتاع شنو هي الغلة ولا الخضرة اللي يجيب لها، ما عرفهاش. وراها للوزير، وراها للعارفين لمين تلاحة، حتى واحد ما عرف. ولا عمل براح يدور في البلاد اللي يزرع هالزريعة هذه وتنتج، ونشوفوا الغلة متاعها راني نغنيه. واللي مش فلاح صناعي مش لازم باش يجيني على خاطر يكون سبب بس تفسد هالزريعة هذه وما تنبتش وما تجيبش ثمرة، وهاك الوقت راسه يلعب بساقيه. قعدوا الناس خايفين، كل حد ماذا به يستغنى، لكن شكون يعرف، بالك ما تنبتلوش ويجي مش يستغنى يولي راسه يلعب بساقيه. ثم رجل كبير نهاية في الفقر، قالت انا اش مازال لي في الدنيا. مشى شاور العزوزة، قال لها يا مخير هالويمات اللي تبقاولنا نعديوهم عند السلطان ماكلين شاربين لا باس علينا، ولا نعديهم في الشر وشمطر كيف اليوم؟ قالت له عاد هذه نشدة وينشدوها الناس، كيما هو اللي عملت مبروك. قال مليح، هز نفسه ومشى للسرايا. شاوروا عليا، قالوا سيدي شاوروا عليه. اطلع قابل. قالوا يا سيدي انا نزرع الزريعة. تعرف؟ قال له ايه نعرف. قبلت الشرط؟ قال له قبلت. قال ما لا هزوه للبستان الفلاني وفرغوا له الدار اللي فيها البستان هذاك، وبيضوها وفرشوها وحطوا فيها ما يلزم من موبيليا ومن عولة ومن ماعن ومن دوزان، ورتبوا له القضية كل يوم، ومدوا له هكذا الزريعة هذيك. ومشى الشايب هز العزوزة، سكنوا في هاك الدار اللي في البستان، وولاو قفت القضية تجيهم كل يوم، من خضرتها للحمها لحوتها لغلتها للدجاج لعظمها. وتوكل بالله هك الشايب غبر الأرض، اخدمها، وزرع وسقى وقعد يستنى. نبتت هك الزريعة هذيك، ابدأ يحظي فيها حتى كبروا السجيرات. بعد 4 ولا 5 سنين زهروا، جابوا الغلة، طلعت الغلة تفاح. دا رد باله عليك التفاح هذاك، لا شكون ما يقرب حد، ما خايف من العصافر من الدود. أي طابت التفاحة الأولانية بالكل، لفها في كويغض وداها للسرايا، وطلع باش يقدمها للسلطان. فرح بها السلطان وعمل كيف، لكن الوزير تحس وحسد هاك الشايب هذاك، وقال له كان تو هذايا يطلب باش يستغنى، شكون يعرف بالك، شكون يعرف بالك يطلب بقعتي، بالك يقول نحب له على الوزير. السلطان والله ما يتوقف يطردني ويعطيها له. يا سيدي قال له ما تلعبش بنفسك. قال له شنو؟ قال له رد بالك يا عايش سيدي، انا قلبي ما قايل لي خير وقفت منها الكعبة تفاح هذه. قل لك الحق يا عايش سيدي، قبل ما تاكلها خليني نوريها الباش طبيب يتأمل منها ويعمل فيها نظره، وكان فيها حتى مضرة، ما فيها حتى مضرة، تفضل كول وصحة لسيدي وبالشفاء. أما شكون يعرف عليها، هذه جاية من بر بعيد. قالوا صدقت، ولا قبلك وزير لا بعدك وزير. هزوا خينا هك التفاحة هذيك ومشى بيها الباش طبيب، مدلو كيما تقول انت كاس ب500 محبوب، وقال له هذه اعمل لي فيها
زريقة من يديك الملاح الله معافينا، اللي ياكل اللي يذوق منها يموت. الطبيب ضرب فيها زريقة وقال له هذه توا اللي ياكل منها حتى برقاضة يهبط يفرفد. اختفها الوزير وطلع بها للسلطان. سيدي قالوا العفو. قالوا كان صدقت. قالوا يا سيدي هذه راهو باش طبيب شافها وقلبها وحللها وقال بعد عليا هذه اللي ذوق منها يموت. قال عجيب، هات نجربوها. تراه جيبوا لي واحد من اللي محكوم عليهم بالموت. مشاو للزندالة جابوا له واحد مدلوا تفاحة. قالوا كول. هو قدم منها القدمة الأولى والثانية وطاح ما في عينه بلة. جاو يقلبوا فيه البورص متاعه فاء لقوه مات. قالوا شفت يا سيدي؟ قال له الين كلب يحب يقتلني. غدوة على الصباح هاك الشايب هزوه المشنقة وعزوزته معاه زاد. الشايب سمع، روح للعزوزة يجري قال لها يا امرأة اخذت. اش ثم؟ قالت. قال لها هاك التفاح حاشا من يعدي مسموع، والسلطان ها هوك حكم علينا بالفينجا. قالت له عاد احنا صرنا في هالقد هذا يا اخي ناويين مش نقورنوا فيها. ما يخرجش علينا نقعدوا للتمرميد وزازة والناس تتفرج. يا تفاح انت ما قلت يقتل، هات ناكلوا كل واحد تفاحة ونموت وما يقتلناش هو. قال لها والله دبارة مهمة. امشى نحى زوز تفاحات وصلى صلاة الجنازة. صلاوا عن النبي طلبوا العفو على خاطر اللي يقتل نفسه ويموت مشرك، وجبدوا كل واحد تلف في ملحفة وتمدوا وقالوا ها هوكا يلقاونا مكفنين حاضرين باش، وكلاو التفيفحات وتمدوا رقدوا. الصباح فاقوا من النوم، خزر البقعة العزوزة يشوف فيها زنس طفلة مخبلة في شعورها وعينها تخلي عمالة تهيل وتميل تخلي القلب عاشق وذيل. واحدة قنبلة اللي ما أتاش بها الدار. خزرت هي تلقى شباب يفدد. قالت له يا وليدي يا وليدي الشايب اللي كان فاك البقيعة هذيك وينه؟ قال لها يا بنتي بربي شفت شي عزوزة كان في فميك وين تو رقد انت؟ هما هكايا مازالوا ينجدوا في بعضهم، والطامة والعامة خلطت. الشطار جايين باش يهزوهم للمشرقة. يلقاو شابة وشباب والشايب والعزوزة ما ثماش. حاروا في أمرهم. اش معناه؟ كيفاش احنا مش نجدوا عزوزة وشايب مش نقوم هذوما هذو صغار هذوما شبوبية الدنيا كيفاش عملوا له؟ ولا واحد منهم قال تيحناش علينا اللي لقيناهم نهزوهم والحاكم يصفي. هزوهم قدموهم للسلطان. قالوا له يا سيدي الشايب والعزوزة راهم هربوا ولقينا في بقعتهم هالزويس هذوما. اجاوا هون كيف سبتكم؟ قال يا سيدي انا هو الشايب وهذه هي عزوزتي. كيفاش ايش معناه؟ قال قلنا احنا مش نموتوا كيف هو التفاحة وظهر يقتل هات ناكلوا منه ونموتوا مستورين خير من مشقة وخير من فضيحة. يا اخي هاو كيفاش سبحنا وما عقلناش بعضنا قعدنا نجدوا في بعضنا. قال السلطان هالنازلة هذه لازم فيها سر. توا الوزير بدأت تتكور عنده وبدا بالخطيوة يقرب للباب. اقعد قال له ثم زي وماشي. بعث جاب شايب آخر في 10 90. قال جيبوا لي تفاحة أخرى. جابوا له قال له خذ كول يا بابا. قال له سويدي منين نجم ماذا بيا لكن شوف فمي الفم دربوكة ما يكسب فيه حتى عظم. قال جيبوا مهراز. جابوا مهراز هرسوا هك التفاحة هذيك. قال له خذ كول. أي كلاها بتعب وشدة
دخلوه البيت رقدوه. طاح الليل، جاء الوزير باش يروح، قال له اقعد، ما تخرجش مصرايا يا وزير، انت ضيف عندي الليله، اقعد معاه يا باش حامبة ونسوا. هيا صبح الصباح ربنا الفتاح، مشاو يشوفوا في الشايب، لقوه ولد صغير يضرب حيط يطيحوا. اعرف وقت السلطان قيمة هاك التفاح. اجا لهوني، قال له يا سي الوزير، يا وزير الزمان، يا سيدي هيا يتكلم. قال له يا سيدي، اذا كان الكذب ينجي صدقا جوانجا، انا هو اللي عملت كل شيء، وكريت باش طبيب باش عمل الزريقة، خايف لا ترد هاك الشايب هذاك وزير في بقعتي وطردني. قال له ما لا اللي خفت منه اليوم مش توقع فيه. وجاب هاك الشايب هذاك اللي ولا صغير توا، وخلع عليه ورد وزير، وقال له احكم انت في في الوزير اللي كان قبلك، وعلى الطبيب زاد احكم عليهم بالموت، ومن ثم مشاو للمشرق. وبعث السلطان، جاب كنسترو تفاح وطاح ياكل هو والمليكة، ومن غدوك صبحوا طريشقات، وهو ولد 18 وهي بنت 10 و2. وقال صاحب الكلام، الصغر لا يرضع شيء، لا سلطنة لا بياية، ويا حفر يا حافر حفرة السو ما تحفر لقياسك.